حكاية فيلمنا عن قصة إيميلي روز وطرد أرواح الشياطين منها. فيلمنا عن قصة حقيقية، فلو بتخاف اوعى تتفرج على الفيلم ده لوحدك أو تفكر تشوفه الساعة 3 بالليل. إيميلي عبارة عن مراهقة أمريكية عندها 19 سنة، وبيحاول الأب مور إن هو يخرج أرواح الشياطين منها، لكن بيفشل في ده وبتموت إيميلي في عملية استخراج الأرواح، وبيتم القبض بعدها على الأب مور وبيتحول للمحكمة. بنرجع بعدها على طول لمكتب المحاماة اللي بتشتغل فيه المحامية إيرين، واللي بيوكلوا لها القضية، وقالت إنها لو كسبتها هتبقى شريكة في المكتب. وبتقرر بعدها إنها لازم تزور الأب مور عشان تترافع عنه وتاخد الإذن منه في كده. وبعد مناقشة كبيرة جدا مع الأب مور بيوافق إنها ترافع عنه بشرط إن هو يقول الحقيقة في كل مرة، ومش هيقدر يقول غير الحقيقة. وبعدها ايرين بتقرر انها تروح تزور والدة ايميلي، واللي بتحكي لها عن ايميلي انها كانت سعيدة جدا وكانت بتحب المرح والضحك، لكن فجأة الموضوع اتحول لحزن لما عرفوا انها تعيش لوحدها في المدينة الجامعية. وبنرجع هنا لايرين وكمان صديقها توماس المدعي العام اللي هيكون قدامها في المحكمة. وفي تاني يوم في المحكمة بيبتدي توماس ان هو يوري لهيئة المحلفين ايميلي وهي قبل عملية استخراج الارواح وبعدها بقى شكلها عامل ازاي، عشان الشكل يصعب على كل الموجودين حتى ايرين نفسها. وبتبتدي بعد كده ايرين انها تطلب استجواب اول الشهود، ودي دكتورة كانت موجودة في الجامعة، وبتقول لهم ان ايميلي كلمتها الساعة 4 الفجر وابتدت تشتكي لها انها عايشة لوحدها، والساعة 3 لما جت حست بحاجة غريبة بره اوضتها وشمت ريحة شياط، وابتدت تخرج عشان تشوف ايه اللي بيحصل، وشافت ان الابواب بتتفتح وبتتقفل لوحدها، وجرت بسرعة وابتدت انها تقفل الابواب ورجعت اوضتها عشان ابتدت تحس بحاجات غريبة موجودة حواليها وقوة غريبة، وان الحاجات بتتحرك وبتقع لوحدها، وفجأة البطانية بتتسحب منها وفي عملية تشنجات بتحصل لها واختناق، ومش قادرة انها تقاوم اللي بيحصل لها لانها مش عارفة ايه اللي بيحصل، لانها طبعا عايشة لوحدها في الأوضة. وبعدها بتقرر انها تخرج من المكان بأقصى سرعة وكلمت الدكتور. وبعدها بيتم استجواب تاني شاهد موجود، واللي بيحاول يثبت ان اللي كان بيحصل لإيميلي ما هو الا عبارة عن صرع، لكن ايرين هتحاول انها تتدخل وابتدت فعلا انها تستجوب في الشاهد، واثبتت ان هو مش قادر يفرق ما بين الصرع والاختلال العقلي عشان تسقط شهادته تماما. وبعدها بتقرر انها تزور الاب مور في سجنه، واللي بيبتدي ان هو يحذرها ان قوى الظلام مش هتسيبها وهيحاولوا ان هم يأذوها. وهنا كان صديق ايميلي بيحكي لايرين عن اللي كانت بتشوفه في المستشفى، وانها كانت بتشوف اشكال غريبة موجودة في السحاب، وعملية التلبس اللي حصلت في المستشفى مش في البيت، وانها حاولت تواجه قوى الظلام لكن ما قدرتش. وكمان هيبتدي يحكي لها عن اللي كان بيعرفه عن ايميلي، اللي كانت بتواجه مشكلة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، كانت بتشوف كل الناس اللي موجودة حواليها عبارة عن أشباح، وكانت بتشوف أشكال غريبة موجودة حواليها في كل مكان، وبتهرب بسرعة من الحصة بتاعتها وبتخرج بأقصى سرعة، وهي ماشية في الشوارع بتبتدي تشوف كل الناس اللي موجودة عبارة عن أشباح، حتى الناس اللي موجودة في العربيات. وشافها وهي بتجري بأقصى سرعة عشان تدخل الكنيسة، وبيحاول إن هو يلحقها، لقاها برضو لسه موجودة في حالة الصرع اللي موجودة عندها، ولكن لقى حاجة غريبة موجودة وحاول يكلمها، لكن سمع صوت شيطاني بيقول له ابعد عنها. وبعدها بيغمى عليها، وبيقرر هنا ان هو يساعدها وما يتخلاش عنها بعد ما رجع صوتها الطبيعي، وحاول ان هو يساعدها ويهديها. وإيرين ابتدت انها ترجع لبيتها، لكن الساعة 3 برضو ابتدت انها تصحى من النوم وشمت نفس ريحة الشياط اللي موجودة، وخرجت من بيتها ولقت ان النور بيتطفى عليها وفي حاجة غريبة بتحصل والباب بيتفتح لوحده، وجرت بأقصى سرعة وقفلته ورجعت تاني عشان تنام. وفي نفس الوقت كان الأب مور في سجنه بيواجه قوى الظلام، وابتدى إنه يشوف الشيطان من تاني. لكن بنيجي لتاني يوم في المحاكمة، وبتبتدي القاضي إنها تناقش توماس وكمان إيرين في القضية. وهنا كان موجود أحد الشهود وهو عبارة عن دكتور، واللي كان بيقول لهم إن إيميلي كانت بتاخد حبوب مهدئة، الحبوب دي كان ممكن تسبب لها حالة من الصرع في بعض الأحيان. لكن هنا إيرين بتحاول تثبت عكس كلامه على قد ما بتقدر، لكن الدكتور في النهاية بيقرر ان هو يصمم على كلامه. والاب مور بيقول لايرين انها متوتره واكيد حصل معاها حاجه، وبيطلب منها انها تحكي له، لكنها بترفض. وبتحاول ايرين انها تجمع كل المعلومات اللي تقدر عليها عن القضيه عن طريق المساعد بتاعها. وفي ثالث ايام المحاكمه بتواجه هيئه المحلفين، وكمان بتحاول انها تثبت لهم
حالة التلبس اللي كانت موجودة عند ايميلي، وبتخلي صديقها يحكي لهم انها كانت موجودة معاه مرة في المطعم وكانت سامعة كل اصوات اللي بيحصل حواليها، وده كان بيسبب لها حالة عصبية. وكمان قرر ان هو يبات معاها عشان يهديها، لكن صحي من النوم ملقاهاش جنبه ولقى شكل غريب موجودة قدامه، وايميلي في حاله غريبه جدا وبتبص له نظرات رعب، وبيرجعها لسريرها مع باباها، واللي بيبتدي ان هو يحكي برضه للمحكمه ان اختها كانت طالعه عشان تطلب منها انها تقابل الاب مور، لقتها موجوده على الارض وبتاكل كل الصراصير اللي موجوده وصرخت في وشها وبتقطع في الحيطان. وبيجي هو والاب مور عشان ينقذوها، وابتدوا ان هم يسيطروا عليها، لكن فجاه بيحصل لها حاله التلبس تاني، وابتدى الشيطان اللي جواها يكلم الاب مور وابتدى يتحداه. ومش بس كده، ده ضربه بالقلم في النهايه، وبيثبت له ان هو هيتحدى انه يخرجه. وفي خروج الاب مور من البيت بيبتدي الشيطان انه يعزف له معزوفه انه هيكمل التحدي معاه للنهايه. وبتيجي بعد كده شاهده تانية للمحكمه، وبتحاول تثبت لهم ان عمليه استخراج الارواح بتسبب نشاط دماغي عالي جدا، والنشاط ده هي كانت ايميلي مش قادره انها تسيطر عليه بسبب حبوب التهدئه اللي كانت بتاخدها عشان تتدخل القاضي وتحاول انها تهدي المحكمه ما بين توماس وما بين ايرين. لكن بيكملوا استجواب للشهاده في النهايه، وبتيجي بعد كده ايرين عشان توصل لحاجه جديده، وبتقول للاب مور انه ما يخبيش عليها حاجه تاني، واكتشفت ان كان في دكتور موجود معاهم في عمليه استخراج الارواح، واللي بيحاول ان هو يديها شريط كان موجود عليه كل اللي حصل واللي كان مسجله الاب مور، عشان ترجع ايرين وهي متعصبه على الاب مور، وبتقول له ان انت ما تخبيش عليا حاجه تاني زي ما طلبت منك، والشريط ده يبقى فيه دليل براءتك لو جيت دكتور واثبت كمان اللي موجود فيه. وبعدها ايرين ابتدت تقول للاب مور انها وهي ماشيه في الطريق لقت سلسلة عليها أول 3 حروف من اسمها الحقيقي، وده معناه إنها هتكمل في القضية للنهاية. وبالليل بتصحى ايرين في نفس الساعة 3، ولقت الشريط شغال وطفته بسرعة. وهنيجي للمحاكمة تاني يوم الصبح، وهيبتدي الأب مور يحكي لهم إن هو كمان واجه حالة من التلبس لما صحي الساعة 3 ولقى نفس ريحة الشياط موجودة بره، وخرج بأقصى سرعة لكنه لقى ظل موجود، وحاول إن هو يجري وراه لكنه خاف واترعب في النهاية، وهيقرر إن هو يخرج من البيت بأقصى سرعة. وفعلا نجح إن هو يخرج من البيت وهو بيعيط، ولقى الظل موجود جوه البيت وبيبص عليه وبيقول لهم ان الظل ده هو الشيطان. لكن توماس بيحاول ان هو يستهزأ بكلامه، لكن القاضي بتوقفه عند حده في اللحظه المناسبه، وبتبتدي ايرين تدي الشريط للاب مور وبتطلب منه ان هو يشغله بعد اعتراض من توماس، لكن القاضي بتصمم ان هو يشغله، وفعلا بيشغل لهم الشريط وبيقول لهم دي عمليه استخراج ارواح، وكان فيها هو والدكتور ووالد ايميلي وكمان صديقها. وبتبتدي العمليه، وهنا ايميلي بتبتدي حالة التلبس اللي عندها بتزيد، والشياطين اللي جواها بتبتدي تتكلم وبتحاول انها تتحداهم كلهم، لكن قدرت انها تسيطر عليهم واستخدمت قطة موجودة في المكان عشان تهاجم الاب مور. والكل بينشغل بالاب مور واللي حصل له، وبتنتهز ايميلي الفرصه وبتبتدي انها تهرب من الشباك وبتنط منه، وشافوها وهي رايحه ناحيه الاسطبل اللي موجود جنبهم، وبيجروا عليها وبيحاولوا ان هم يسيطروا عليها مره تانية. وبيجي الاب مور وبيحاول يكمل الطقوس بتاعته عشان تتحداه ايميلي للمره التانية، وبتقول له انها جواها مجموعه من الشياطين. هيطلب منها الاب مور ان هو يعرف اسم الشيطان اللي موجود جواها، لكن ايميلي هترفض. هيحاول الاب مور بكل قوه ان هو يضغط عليها عشان يقول لها انها تقول له اسامي الشياطين اللي موجوده جواها. تبتدي تقول له انهم 6 شياطين، وهتبتدي تقول اساميهم كلهم لحد ما توصل ان جواها ابليس. بيترعب الاب مور من اللي بيسمعه، وبيعرف ان في قوه شيطانيه كبيره جدا مسيطره على ايميلي. وبنرجع للمحكمة، وبيوقف الأب مور الشرير وبيقول لهم ده اللي حصل بالظبط في عملية استخراج الأرواح، وإنه حاول مرة تانية إن هو يعمل عملية استخراج الأرواح، لكن جسم إيميلي كان هزيل جدا وما استحملش. وبيحاول توماس إنه يتدخل، وبيوري لهيئة المحلفين الصور مرة تانية، وبيواجه الأب مور وبيحاول يثبت للكل ان هو مذنب وان هو السبب في قتلها، ولو كان سابها عاشت كان زمانها عايشه. وبيجي مساعد ايرين وبيقول لها ان الدكتور ما وصلش اللي كان هيشهد على الشرير، وبيجي الدكتور في النهايه لايرين، لكن بتحصل حاجه غريبه، الدكتور فجاه بتخبطه عربيه وبيموت. وهنا ايرين بتعرف انها هتخسر القضيه، وبيجي مدير مكتبها وبيقول لها انك هتخسر القضيه وده عنوان الجرايد، الاب مور في مواجهه الشيطان. وبتروح للاب مور مره تانية وبتقوله انها ممكن تخسر القضيه وان صديقه الدكتور مات، لكن الاب مور هيقول لها ده جواب كان لايميلي وما تطلعلوش لحد ابدا حتى لو القضيه خلصت. لكن ايرين بتتحداه وبتفتح الجواب وبتقراه وبتلاقيه بخط ايميلي، وبتعترف باللي حصل معاها وبنهايه كمان حكايتها. وبتروح للاب مور في المحكمه وبتجبره انه يقرا الجواب، واديته الجواب قدامهم كلهم، لكن بعد اعتراض من توماس بقرر القاضي انها تسمعه.
وبيحكي هنا الاب مور ان ايميلي في نهاية حياتها شافت السيدة العذراء موجودة بعد ما خرجت من بيتها، وانها شافت نفسها وهي موجودة قدامها، وقالت لها ان كل ده بيحصل معاكي عشان نثبت ان الشياطين موجودة. وهتقرر ايميلي انها تضحي بحياتها وانها تفضل موجودة وتفضل تستحمل الألم عشان تثبت عملية وجود الشياطين. وهنا ايرين بتروح للاب مور وبتشكره جدا على انه قرا الجواب، لكن بيحاول توماس يقول لهم ان اللي كان موجود في ايديها ده من السلك الشائك اللي موجود حوالين البيت، وبيطلب من هيئه المحلفين انها تحكم باقصى حكم على الاب مور. بتحاول ايرين انها تستعطفهم في النهايه، لكن في الاخر كانوا وصلوا كلهم للحكم، وبيقرروا انهم يدوا الورقه للقاضي عشان تشوف الحكم اللي فيها، وبتديه لهيئه المحلفين اللي بيحكموا على الاب مور ان هو مذنب. لكن هيئه المحلفين في النهايه بتقرر انها تغير رايها وتدي استشاره للقاضي انها تخليه يقعد سنه في خدمه الاعمال المدنيه، وفعلا القاضي بتحكم بكده، والاب مور بيكون كسب في الاخر القضيه. وايرين كمان بقت محامية ناجحة جدا وبقت شريكة في المكتب. وبعدها بيقرروا الاتنين انهم يروحوا يزوروا ايميلي في قبرها وبيسيبوا لها وردة، وبترجع كمان ايرين في النهاية لأوضتها وبتقرر انها تعلق شهادة نجاحها، ودي تبقى نهاية حكايتنا. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتطلبوا مننا افلام تانية تشوفوها قريب. سلام.